والله انا كان نفسي اقول لك هارد لك يا حزلقوم، بس اللي بيلعب مع الاسد يستاهل عضه. يا عم كنت مشيها ايزي، قعدت تركز انت في الكومنتات وتقول لي اسمه اوليزيه ما اسموش ايزي. ادينا كلنا مشينا وكلنا ورا اوليزيه وايزي هو اللي اشتغل، كنا مشيناها ايزي. كنت سيبيه يمسكها يا فوزيه. عامة وساكا جاب لنا صفر. بص جولة للنسيان، انسى بقى الجولة 31 دي خالص. تعالى بقى ندخل على الجولة 32 واخر بلانك في الموسم. اللي معاه فري هيت هنقول لك تعمل فيها ايه، واللي ما معهوش فري هيت هنقول لك برضه تعدي منها ازاي وتخلي ال 34 في حساباتك. كل حاجة هنتكلم عليها في الجولة دي ان شاء الله، والكابتنة كمان بتاعتنا. اهم حاجة بقى انت بعد اذنك انزل حط لنا لايك. عايزين الفيديو ده بعد اذنكم يوصل 200 لايك، مش صعب عليكم تماما، وان شاء الله نكون احنا نستاهل دعمكم ده. واشترك معانا في القناه اول مره تتفرج علينا، ما تنساش تتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. ويلا نشوف ال 32. نبدا اول حاجه مسابقه التوقعات. طبعا الاسبوع ال 31 كان كله لعيبه ديفرنشال، فلم ينجح احد في التوقعات. انزل دلوقتي قبل ما تنسى حط التوقعات بتاعتك للاسبوع ال 32، اكتر حارس هيجيب نقط واكتر مدافع وخط وسط ومهاجم. طبعا لو انت الصيام نساك خلينا افكرك ان الاسبوع ال 32 في دبل لاربع فرق من التقال، عندنا اليونايتد وعندنا السيتي وعندنا تشيلسي وعندنا برايتون. معنى صح 3 من الاربعه. سيبك من تشيلسي ده على الله حكايته خالص، انساه من الاخر يا سيدي. انت الجوله دي لو داخلها ب 11 لعيب فانت كده في الامان وفي السليم، حتى ما تعملش التغييره بتاعتك، وفرها للاسبوع اللي وراه او للدبل بتاع ال 34. معاك 4 لعيبه من الفرق اللي انا قلت لك عليهم دول عندهم بلانك، خليهم على الدكه تحت وما تعملش ولا تبديله. معاك بقى 9 لعيبه بس اساسيين وعندك 2 كده هيبلانكوا الجوله دي ومش هتقدر تلعب بيهم، لا تروح تعمل التبديله بتاعتك. ولو معاك واحده من الاسبوع اللي فات يا سلام، ما معاكش اعمل سالب يستاهل. وما تيجي بقى تجيب اللعيب، طبعا اللعيب اللي هتمشيه يكون لعيب من اللعيبه ماتشاتهم الصعبه. وبعدين لما تيجي تجيب بقى مثلا لعيبه من اللي عندها دبل زي ليفربول زي نيوكاسل زي ويست هام، دول عندهم دبل لنهايه الموسم، فيبقى انت معاك لعيب بيمشي معاك وعنده دبل لنهايه الموسم. او تجيب لعيبه من الفرق اللي ماتشاتها حلوه بس ما عندهاش دبل، وليكن مثلا كريستال بالاس او بورنموث او كمان استون فيلا. بس طبعا ما تنساش تعمل حسابك اول ما الجوله 33 تيجي تبدا معانا تروح على طول تشيل بقى لعيبه برايتون والسيتي واليونايتد وامشي وعبي فيهم، لان عندهم دبلات لنهايه السيزون. تعالوا كده نبص على جدول الماتشات بتاع الاسبوع 32 زي ما انت شايف. 8 ماتشات، الماتشات هتبدا يوم الجمعه، خلي بالك الماتشات هتبدا يوم الجمعه هتخلص يوم الاحد. الماتشين المهمين جدا في الجوله دي ماتش ارسنال مع ساوثهامبتون اول واخر الدوري، وماتش ليفربول مع نوتنجهام فورست. دول ماتشين المفروض حرفيا ان هم مركوبين من ارسنال ومن ليفربول، يعني بمعنى صح تركيزك كله يكون على الفرقتين دول. دلوقتي بقى واحنا جايين نتكلم عن الاسبوع 32 عندك الناس هتتقسم نوعين، واحد عنده فري هيت وده يا بختك يا حظك، واحد ما عندوش فري هيت وده ربنا يكون في عونك. الناس اللي ما عندهاش فري هيت اتكلمنا عليها من شويه وقلنا ممكن يعمل ايه. اما بقى اللي عنده فري هيت فتعالى بقى ندردش عشان الحلقه دي اغلبها عشانك انت. اكتر سؤال بيجي لي الفتره دي نستخدم الفري هيت في ال 32 وفي ال 34. طيب انا بشوف ان ال 32 هو الوقت المناسب، وهقول لك ليه. انت عندك بالميت من 4 ل 6 لعيبه عندهم بلانك الاسبوع ده، فليه تدخل الجوله وانت عندك لعيبه بلانك؟ لو انت عندك 4 وهيقعدوا دكه وتقدر تدخل الجوله من غير ولا لعيب هيكون عندك بلانك، اتوكل على الله. اما بقى لو لقيت نفسك ان انت داخل في ان انت هتعمل فوق السالب 8 فده الميعاد المناسب ان انت تستخدم فيه الفري هيت. تعالى كده بقى ندردش سريعا على موضوع الفري هيت. مبدئيا كده فكره ان انت تخلص من كين الاسبوع ده وانت بتعمل فري هيت دي فكره جريئه جدا واحييك عليها لو انت اوريدي فكرت فيها، وانا بقول لك عليها ما تقولش عليها مجنون، لا فكره كويسه جدا وفكر فيها ان انت تمشي هاري كين، خصوصا ان ماتشه اللي جاي في الجوله 32 هيلعبوا قدام نيوكاسل اواي، ونيوكاسل مركزه قوي الفتره دي عشان تحسم موضوع الشامبيونز ليج. فرايي ان انت اخلص من هاري كين في الجوله دي، خصوصا ان توتنهام مش حلوه وشفنا الثلاثه اللي شالوهم الاسبوع اللي فات. وعلى سيره الثلاثه اللي شالوهم الاسبوع اللي فات هم شالوهم من بورنموث، واللي كان نجم الجوله كان سولانكي اللي قدر انه يطلع ب 15 نقطه من الماتش ده، جاب جون وعمل اسيستين. ومش بس الماتش ده، سولانكي اخر 4 جولات جايب 28 نقطه. ماتشه اللي جاي قدام وست هام، فانا بشوف ان بديل مناسب جدا وديفرنشال وحلو قوي ان انت تمشي هاري كين وتجيب مكانه سولانكي، هيلعب قدام وست هام وهتوفر شويه فلوس تظبط لك نص الملعب. ندخل بعد كده على واتكنز في فترته الحاليه بفورمته الحاليه دون تاتش، اياك تلمس واتكنز، لازم يكون موجود في تشكيله الفري هيت بتاعتك. فورمته جامده جدا، الاداء بتاعه ثابت من اول كاس العالم. استون فيلا كلها حلوه الفتره الاخيره ان كان هجوم ولا دفاع، فما ينفعش الفري هيت بتاعك يكون ما فيهوش واتكنز، خصوصا ان الماتش بتاعه قدام برينفورد اللي شايله اخر ماتش من وولفز جونين ودفاعها مش احسن حاجه الفتره دي. وتاني لعيب معانا لازم مكانه يكون محجوز معانا في التشكيله هو ابو مكه صلاح. الفتره الاخيره احنا خلاص كنا عارفين ان احنا رايحين لك يا ابو صلاح، بس انت موتت اي شكوك عند اي حد، وقدر الماتش بتاع 6-1 قدام ليدز جاب له جونين، وفعلا خلاص احنا رايحين ندفع فلوس في صلاح، واعتقد من هنا لغايه نهايه الموسم صلاح هيجيب لنا شويه نقط حلوين. فصلاح مكانه محجوز في الفري هيت بتاعتك بلا
نقاش. وانت بقى موجود في الانفيلد وبتخلص في ابو مكه لازم تاخد معاك ارنولد وانت طالع، ما ينفعش تطلع بالفري هيت ده من غير ارنولد، مش بس للكلين شيت كمان للكلين شيت وللمساهمات الهجوميه. ولو حابب تعلي الريسك قوي خد روبرتسون في ايدك يبقى عندك 2 من ورا وعندك صلاح، او لو حابب تقلل الريسك شويه يبقى هو ارنولد ومعاه قدام الاثنين صلاح ويوتا. ده لو حابب ان انت تاخد 3، لو 2 فهو صلاح وارنولد. وليه بقى ارنولد دلوقتي بقول لك هاته؟ لان زي ما قلنا من الماتش اللي فات وماتش ليدز اتاكدنا تماما ان مركز ارنولد في الملعب اتغير تماما وبقى موجود رقم 8 في نص الملعب. وتعالى بقى ما اقول لك على حاجه مش اي حد هيقولها لك. بص يا سيدي، نوتنجهام اخر 6 ماتشات استقبلوا 81 عرضيه، 44 من ال 81 استقبلوهم من ناحيه الشمال بتاع نوتنجهام اللي هو يمين ليفربول اللي هو بيلعب فيه ارنولد. وكمان استقبلوا 24 فرصه محققه للتسجيل، 11 منهم كانوا برضو من الجبهه الشمال بتاعتهم اللي هي الجبهه بتاعت صلاح وارنولد. فانا بقول لك وانت مرتاح قرارك في ان انت تجيب صلاح وارنولد قرار مدروس جدا بالارقام. بالنسبه بقى لارسنال، بص يا سيدي، ارسنال انا برجح لك ان انت تمشي اي حد من الدفاع وتفكر في الهجوم وبس. مارتينيلي، ساكا، خيسوس. هتقول لي ساكا مين؟ هقول لك انا ليه بروح مع ساكا؟ لان ثقه ارتيتا في ان هو يخليه موجود في الملعب بعد اللي حصل وبعد ما بدل وبعد ما كان متاخر تقول لك ان ساكا لعيب محوري جدا بالنسبه لارتيتا، ومش بس ضربه جزاء ضاعت او حاجه هي اللي تخلي ارتيتا ان هو يخلي ساكا يتغير. فانا رايي تخليك مارتينيلي، ساكا، خيسوس. عايز تغامر على واحد من الدفاع ويبقوا 2 بس قدام، ارشح لك بن وايت. نقطه مهمه جدا ناس كتير بتغفلها ان هو وانت بتعمل تشكيله الفري هيت ما يبقاش تركيزك بس على ال11 لعيب ان انت تصرف الفلوس كلها وتجيب اي 3 لعيبه تحت. لا، ركز برضو ان انت يكون معاك لعيب يكون اساسي في الدكه عندك، ان هو لو اي حاجه حصلت قبل الماتشات يقدر انه ينزل برضو يجيب لك نقط. مش عايزين نخسر ولا لعيب في الفري هيت بتاعنا. بص، اللي هيعمل فري هيت جزء كبير جدا من الناس وهتبقى اسطمبه وتمبلت شكله معتمد ما بين الناس كلها. ده ما يخليكش ان انت تفرق في الترتيب. اللي يفرقك في الترتيب ان انت تغامر لك على لعيب او 2 بالكتير جدا يكونوا ديفرنشال. وانا لما اقول لك ديفرنشال انا جاي النهارده اكلمك على دفاع من كريستال بالاس وليكن جويهي او ميتشل، قادرين ان هم يطلعوا الماتش اللي فات بكلين شيت. ماتشهم اللي جاي قدام ايفرتون على ارض كريستال بالاس. ممكن كمان تفكر في الحارس جونستون بيطلع بكميه سيفز حلوه قوي، فمش غلط لو انت عايز حته ديفرنشال يبقى واحد منهم او 2 لو انت حابب تعلي الريسك يكونوا من كريستال بالاس في الدفاع. لعيب الديفرنشال الثاني اللي جاي اقول لك عليه هيكون من فولهام، وهو مش اندريس بيريرا. لو انت بتفكر في اندريس بيريرا، انا النهارده جاي اكلمك على ويلسون. ويلسون لعيب نص الملعب بتاع فولهام، بيلعب حاليا راس حربه في عدم وجود متروفيتش الموقوف، وكمان عدم اقتناع سيلفا بفينيسيوس، وكمان دانيال جيمس اللي كنا حاطين عليه امال لقينا عليه سهم احمر لان هو جاي اصلا اعاره من ليدز فمش هيلعب الماتش ده. فنقدر نقول ان ويلسون ديفرنشاليه حلوه قوي لما هيلعب راس حربه وهو اصلا نص ملعب في الفانتازي. يعني لو لعب قدام ليدز اللي بتلبس اجوان كتير وقدر انه يجيب جون واسيست ولا حاجه، اعتقد ان انت هتبقى بالنسبه لك ديفرنشاليه تفرقك عن ناس كتير جدا. نيجي بقى مع تشكيلات الفري هيت ونبدا مع حراسه المرمى. وزي ما انت هتشوف كده قدامك الاثنين حراس مرمى بتوعنا هيكون جونستون وهيكون نيتو. ليه جونستون هو الاساسي بتاعنا؟ لان جونستون من كريستال بالاس هيلعب هوم قدام ايفرتون، يعني وارد جدا يطلع لك بكلين شيت. وحتى لو ما طلعش بكلين شيت انا واثق جدا انه بيقدر يطلع بكميه سيفز تخليه كمان ياخد بونص، فعلى الاقل يطلع لك ب4 نقط من الماتش ده. نيجي بقى مع خط الدفاع. وزي ما انت شايف كده خط الدفاع بتاعنا هيكون الاساسي من 3 لعيبه. تريبير طبعا انا متوقع ان نيوكاسل تطلع بكلين قدام توتنهام، وطبعا تريبير نسبه امتلاكه تخوف اي حد ان هو يستغنى عنه. الاثنين بقى التانيين هيكونوا من ليفربول، ارنولد وروبرتسون. طبعا مش ثقه تماما في الكلين شيت قد ما هو ثقه في المساهمات الهجوميه اللي ممكن تيجي من الجناحين بتوعهم، لان احنا زي ما قلنا نوتنجهام استقبلت اخر 6 ماتشات 81 عرضيه، ان كانوا بقى يمين ولا شمال فاحنا جبنا الجوز بتوع اليمين والشمال. نيجي بقى على نص الملعب وزي ما انت شايف كده هنبدا باوليزيه. هتقول لي اشمعنى اوليزيه مش ايزي؟ ما ايزي اللي اشتغل. اقول لك بص، ما تدخلناش في القصه والمتاهه دي. من الاخر اوليزيه وايزي بقوا عاملين كده زي فكره ميتوما ولا مارش، يعني من الاخر اللي قلبك رايح له روح عليه. الماتش اللي فات اوليزيه اي نعم ما عملش اي مساهمات، بس ده ما ينكرش ان هو جاب جون واتحسب اوفسايد، وانه جاب كوره في العارضه في الماتش لما خلص. فيعني ده ما يقولكش ان هو كان بعيد عن التهديد، لا كان قريب وخطر وبيهدد بس ما مشيتش معاه. بس اللي انا بالنسبه لي هروح مع اوليزيه، لان اوليزيه زي ما احنا عارفين هو اللي ماسك الضربات الثابته وماسك الكورنرات. ده بالنسبه لاوليزيه. طبعا صلاح اتكلمنا عليه، صلاح هيلعب قدام نوتنجهام فورست، لا خلاف على صلاح انه لازم يكون موجود في التشكيله بتاعتك. بعد كده بقى هندخل على مارتينيلي وساكا وخيسوس، 3 القوه الضربه بتوع ارسنال هينزلوا قدام ساوثهامبتون اخر الدوري، عايزين ينهوا عليهم تماما. وهنشوف، اعتقد ان احنا هنشوف كميه اجوان يعني ممكن نشوف 6-7 في الماتش ده. فما ينفعش ان انت تطلع بره الليله دي من غير ما يكون معاك لعيبه ارسنال. وبما اننا ذكرنا خيسوس زي ما اتكلمنا على واتكنز في اول حلقه، برجع تاني واكد عليك الكلام ان واتكنز ماست هاف في التشكيله بتاعتك، فورمه واداء وكل حاجه، وبيلاعب فرقه دفاعيا مش قويه، فقادر جدا واتكنز ان هو يعمل مساهمات ويكمل الفورمه بتاعته. اللعيب الثالث زي ما انت شايف كده هيكون سولانكي، اللي قلنا هيكون مكان هاري كين
اعتقد انها ديفرنشاليه حلوه قوي ان انت تغامر عليها. سولانكي الفتره اللي فاتت ماشي حلو، وبنتوقع ان هو كمان الماتش ده قدام وست هام برده يكمل الاداء بتاعه. كده احنا نبقى خلصنا من تشكيله الفري هيت الاولى. تعالى بقى معرض لك تشكيله الفري هيت الثانيه، وعشان ما اطولش عليك وقت الحلقه على الفاضي هعرض لك التشكيلتين دلوقتي واقول لك الفرق ما بينهم. هم تقريبا متشابهين باستثناء 2 لعيبه. انا تشكيله الفري هيت الثانيه قررت ان انا اشيل لك منها اوليزيه واحط لك ماديسون. ديفرنشال جدا لان محدش تماما يثق في ماديسون، بس مش غلط كديفرنشاليه ان هو ممكن يعمل حاجه قدام وولفز. والناحيه الثانيه بقى الديفرنشاليه الثانيه ان انا شلت سولانكي من الفري هيت الاولى وحطيت لك مكانه ايزاك وهو بيلاعب توتنهام اللي شايله الماتش اللي فات 3 اجوان من بورنموث، عشان يبقوا دول تشكيلتين الفري هيت اللي انا بتوقع ان هم يجيبوا لك شويه نقط حلوين. كده خلصنا من الفري هيت. تعالى بقى كده ما اقول لك على الكابتنه اللي هتفرق جدا في النقط. زي ما احنا عارفين الكابتنه لو ظبطت صح هتجيب لك اكتر من كل فرقتك ما جايبه. الكابتنه المضمونه بتاعتنا الاسبوع ده هيكون صلاح في الصداره، وخلي بالك من الترتيب. صلاح هو اول واحد هيكون معانا في الكابتنه، بيجي بعديه تاني واحد مارتينيلي، بيجي بعديه تالت واحد واتكنز. وانا رتبتها صلاح مارتينيلي واتكنز بسبب ان صلاح ومارتينيلي لعيبه نص ملعب، ففكره ان هم الاجوان بتاعتهم بنقط اكتر، وفكره كمان ان هم ممكن يطلعوا ببونص اكتر من لعيب زي واتكنز حتى لو الاثنين جابوا زي بعض في المساهمات الهجوميه. اما بقى بالنسبه للكابتنه ريسكي فبرضه بالترتيب اللي هقوله لك هيكون خيسوس قدام ساوثهامبتون كابتنه ريسكي، وبيجي بعديه على طول ارنولد اللي هيلعب قدام نوتنجهام فورست، ممكن يطلع بكلين مع مساهمات هجوميه وياخد له فيها بونص، اعتقد برضه تبقى ريسكيه حلوه. نيجي بقى على الكابتنه الديفرنشال الاوت اوف ذا بوكس اللي هي المجنونه اللي محدش هيروح عليها، هي سولانكي اللي هيلعب قدام وست هام، عشان يبقى احنا كده خلاص خلصنا الفري هيت والتشكيلات بتاعه الاسبوع ال 32. اتمنى ان انت تكون الحلقه عجبتك واتبسطت بيها. عجبتك الحلقه انزل حط لنا اللايك بعد اذنك، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك بعد اذنكم وبدعمكم. ما تنساش تتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.